كيف بياكل الخبز فينا هيك بياكلنا الخبز. بنركض لناكل خبز بس الخبز ياكل فينا. كتار مش فاهمين شو هي كلمات الشامي بتحت سابع أرض. بنركض لناكل خبز بس الخبز بياكل فينا. شو خبز وليه ناس بتاكل وابصر؟ لا ركز، نركض لناكل خبز يعني احنا عايشين بنظام الرأسمالية، بنروح على يومنا بنحاول نلقى ثرواتنا اللي هي مش موجودة، بس الخبز بياكل فينا. شو بيصير عندك؟ كانسر، ضغط، اكتئاب، بكاء منتصف الليل، استقالة كل يوم. خبز مش معنى الخبز اللي بتاكله، يعني هي كناية عن الرزق. هذا الرزق هو اللي عم ياكل فينا. فشوف كم واحد الخبز بياكل فيه. كل اللي كانوا حولي نسيوا العشرة واكلوا سنينة. طبعا انا عم بقرأ ومفروض اني انا حافظها لاني 500 مرة بسمعها باليوم. مع تقدم العمر الواحد الحفظ عنده بيقل. يعني انت بتسمع الاغنية بس فكر حالك انك انت حفظتها، وبعدين بس تيجي تسمعها بدك تغني معها تطلع الكلمات هيك بالشبكة. اتذكر زمان يعني انا كنت احفظها هيك على الطاير. شفت؟ مشان هيك الخبز بياكل فينا. ثانك يو شامي.